اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لاف كروشيه. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل الطاقية الجميلة دي. هي طاقية سهلة جدا وشيك جدا في اللبس، شكلها حلو زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاها بغرزة العمود بلفة، ومن الامام هنا انا عاملاها في غرزة فستونات كده جميلة، شكلها حلو زي ما انتم شايفين. وزينتها بوردة انا كنت عاملاها قبل كده، هبقى احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وبالنسبة للمقاسات ان شاء الله هبقى احط لكم كمان في صندوق الوصف كل المقاسات لكل الاجيال اللي انت هتحتاجوها ان شاء الله. خلينا نبدأ مع بعض ونشوف ازاي هنعمل الطاقية دي. هستعمل خيط أليزي كلاسيك، هو خيط متوسط السمك، والخيط ده الشالة دي 100 جرام و 210 متر. وهو بيقترح عليا هنا اشتغل من ابرة رقم 4 لغاية 6. انا هشتغل بابرة رقم 4 مليمتر. يلا بينا نبدأ نشوف الخطوات هنعملها ازاي بتاعت الطاقية. بداية هعمل 4 سلسلة وهقفلهم في منزلقة 3 4. هدخل الإبرة من هنا كده بأول سلسلة، هقفل بمنزلقة، وداخل الدايرة دي أنا هعمل 12 عمود بلفة. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، ده هيتعدى عندي أول عمود، وداخل الدايرة دي هعمل 11 عمود بلفة 1 2 3 4 5. هكمل الشغل وهرجع لكم تاني. هقفل الشغل كده بأول 3 سلاسل أنا عملتهم بالشكل ده. أنا كده اتكونت عندي الدايرة ب12 عمود بلفة. دلوقتي السطر التاني هرتفع 3 سلسلة 2 3، وبنفس العمود هعمل عمود تاني كده بالشكل ده. هروح للغرزة اللي بعديها وهعمل 2 عمود في نفس المكان 1 2، والغرزة اللي بعديها برضو 2 عمود بنفس المكان. انا هعمل بكل الغرز دي عمودين بنفس المكان، وبكده هيطلع عندي الناتج 24 عمود 1 بنفس المكان. هعمل تاني عمود بلفة، واللي بعديه لغاية ما اخلص السطر كله 1. وده من بعد ما خلصت السطر التاني هقفل بمنزلقة بأول 3 سلاسل أنا بدأتهم بالشكل ده. بقى عندي 24 عمود بلفة. دلوقتي هيبقى عندي 36 عمود بلفة، لأن أنا هعمل ارتفاع 3 سلسلة، وفي الغرزة اللي بعديها هعمل غرزتين في نفس المكان، واللي بعديها هعمل غرزة عمود بلفة، واللي بعديها غرزتين في نفس المكان، وبكده هيبقى عندي 36 غرزة 2 3. في الغرزة اللي بعديها هعمل 2 عمود بلفة في نفس المكان 1 2 بنفس المكان. اللي بعديها هعمل 1، واللي بعديها 2 بنفس المكان، وكده هنمشي على نفس التسلسل، عمود 2 عمود عمود 2 عمود. بكده هيبقى عندي 36 عمود بلفة. وبكده انا هقفل السطر الثالث بأول 3 سلاسل بالشكل ده. بقى عندي 36 عمود. دلوقتي هنبدأ في السطر الرابع. هرتفع 3 سلسلة 2 3، والغرزة اللي بعديها هعمل عمود بلفة 1، والغرزة الثالثة هنعمل تزايد اللي هو عمودين بنفس المكان
التاني هعمل عمود بلفة واحد، واللي بعديه برضو عمود بلفة واحد، وفي التالت هعمل عمود بلفة مرتين في نفس المكان. وانا طبعا همشي كده على نفس التسلسل. يعني دلوقتي احنا بنعمل تزايد كل بعد يعني غرزتين والتالتة تزايد، غرزتين والتالتة تزايد. في السطر اللي قبليه كان غرزة وفي التانية تزايد، واللي قبليه كان في كل الغرز تزايد غرزتين في نفس المكان. وانا هكمل هعمل تاني عمود بلفة، وفي التانية وفي التالتة هعمل عمودين بلفة في نفس المكان. هبقى اكمل السطر كله على نفس السيستم، على نفس النظام كده. 2 عمود كده، عمود عمود عمودين، عمود عمود عمودين، عمود عمود عمودين، وبكده هكمل بقية السطر. هيطلع عندي 48 عمود. انا كده من بعد ما قفلت السطر الرابع بقى عندي القرص بالشكل ده. انت لو عايزة تعمليه لسن من 2 ل3 سنين ل4 سنين هيكون القطر كده 10 سنتيمتر. انا هكبر كمان سطر واحد، لان هو ده المقاس اللي انا عاوزاه لسن 7 سنين. 1 2 3. الغرزة اللي بعديها هعمل عمود بلفة، والغرزة التالتة برضو عمود بلفة، والغرزة الرابعة هعمل التزايد. 1 2 عمود بنفس المكان. هرجع تاني اعد 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، الرابع هعمله تزايد غرزتين في نفس المكان بالشكل ده. 1 2 3 وهنا 2، 1 2 3 وهنا 2. وبكده هكمل كل السطر لغاية ما هقفل السطر 1 2 3 4 الخامس. هيبقى عندي 60 عمود بلفة. انا خلصت هنا السطر الخامس، 1 2 3 4 5 60 غرزة. انا هستكفي في ده، هيطلع معايا كده 13 سنتيمتر. وبكده زي ما عملت هنا برضو في الطاقية دي، انا زودت لغاية السطر الخامس. ودلوقتي هبدأ اعمل 1 2 3 4 5 6 عمود بلفة من غير ولا اي تزايد. ولو انا هقيس كده كمان اهو زي ما انتم شايفين، ده القرص اللي انا عاوزاه، المقاس اللي انا عاوزاه، اللي هو لسن من 7 سنين لغاية 9 سنين و10 سنين كمان واكتر. فيلا بينا نتابع الشرح. دلوقتي مفيش عندنا ولا اي تزايد. انا هرتفع 3 سلسلة 2 3، وفي كل غرزة هعمل عمود بلفة عادي من غير ولا اي تزايد. كده انا هعمل 6 سطور من غير ولا اي تزايد عشان الطاقية تكبر معايا وتبقى لغاية هنا كده. لما اوصل للعدد ده انا هعمل الجزء الامامي اللي انتوا شايفينه ده، اللي فيها في غرزة الفستونات دي. اكمل الشغل لغاية ما اقفل كل السطر ده. هعد كده 6 سطور من غير ولا اي تزايد. انا هخلص الشغل وهرجع لكم بعد ما خلصت كل السطور اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي عمود بلفة من غير تزايد. طلعت معايا بالشكل ده. دلوقتي هنعمل الجزء الامامي اللي هي غرزة المروحة وغرزة الفي اللي انتوا شايفينها.
وفي ناس بتقول عليها غرزة فستونات، بس انا هي غرزة مروحة، والسطر التاني هيكون غرزة في عشان نعمل المروحة في السطر اللي بعديه. انا هوريكم بس ان الطاقية هنا وصلت لغاية فين كده كده، وانا هكمل الجزء ده لغاية هنا كده في غرزة المروحة. انا هرتفع سلسلة واحدة وهسيب اول غرزة والتانية والتالتة، هعمل بيها 5 عمود بلفة في نفس المكان. 1 3 4 5. هسيب 1 2 وفي الغرزة التالتة هعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، زي ما هو واضح. يعني انا هسيب اول عمود والتاني، وفي التالت هشتغل 5 عمود بلفة في نفس المكان. عشان اعمل غرزة الحشو برضو هسيب اول عمود والتاني والتالت هعمل غرزة حشو، وبرضو همشي على نفس النظام كده. هسيب اول واحد والتاني والتالت هعمل 5 عمود بلفة. مرة هنعمل 5 عمود بلفة في نفس المكان، ومرة هنعمل غرزة حشو. 3 4 5. هسيب 1 2 وفي التالت هعمل غرزة حشو، وبكده هكمل على طول الشغل. هسيب 1 2 3 هعمل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. دلوقتي هسيب 1 2 والتالت هعمل غرزة حشو اهو كده، بقت واضحة اكتر زي ما انتوا شايفين. انا هكمل الشغل لاخر السطر وهبقى ارجع لكم تاني. السطر غرزة المراوح، فضل عندي هنا غرزتين، والتالتة اللي هي ارتفاع اللي كان في اول السطر في غرزة السلسلة، هعمل فيها منزلقة بالشكل ده. دلوقتي هدخل منزلقة في اول غرزة والتانية والتالتة، هرتفع سلسلة وهعمل غرزة الفي في غرزة الحشو اللي في السطر اللي قبليه. هعمل 1 2 سلسلة وعمود بلفة بنفس المكان، هعمل سلسلة تاني كده، هعد 1 2 3 وهعمل غرزة حشو، سلسلة وعمود بلفة في غرزة الحشو، هعمل غرزة الفي، 1 2 سلسلة وبنفس المكان كمان عمود بلفة، سلسلة 1 2 3 هعمل غرزة الحشو زي ما هو واضح كده بالشكل ده. هعمل سلسلة غرزة في بغرزة الحشو اللي بعديها، 1 2 سلسلة وبنفس المكان كمان غرزة عمود بلفة، سلسلة، هعد 1 2 3 في الغرزة التالتة من غرزة المروحة هعمل غرزة حشو، سلسلة، وبكده هكمل كل السطر لغاية ما اقفل السطر كله. هخلص وهرجع لكم تاني. انا تقريبا وصلت لاخر السطر، هعمل معاكم اخر غرزة في، ارتفع سلسلة، وهنا في غرزة الحشو الاخيرة هنا هعمل غرزة في، 1 2 سلسلة وبنفس المكان هعمل عمود بلفة، هعمل سلسلة وهقفل في اول ارتفاع سلسلة انا ابتدأت بيها اللي هي دي، هعمل غرزة منزلقة وهقفل السطر بالشكل ده. دلوقتي
هنعمل مروحة تاني. احنا هنعمل، بس انا هقول لكم ازاي هنعملها. هرتفع سلسلة وهعمل 5 عمود بلفة هنا بين العمودين اللي هي بغرزة الفي. 1 2 3 4 5. ومكان غرزة الحشو هعمل غرزة حشو تاني بالشكل ده. دلوقتي هعمل بالفراغ ده اللي بغرزة الفي بين العمودين تاني 5 عمود بلفة. 2 3 4 5. فوق غرزة الحشو هعمل غرزة حشو تاني كده. بقى عندي السطر الأول من غرزة المروحة هنا، والسطر التالت هيبقى معاكس ليه زي ما انتم شايفين بقلب غرزة الفي. تاني هدخل 1 2 3 4 5 وغرزة حشو فوق غرزة الحشو. انا كده هكمل، هعمل في كل غرزة في 5 عمود بلفة مروحة كده لغاية اخر السطر. انا خلصت السطر كله. هقفل بقى في اول غرزة ارتفاع انا ارتفعت بيها اللي هي غرزة سلسلة، هعمل بيها منزلقة. هقفل السطر خالص كده زي ما انتم شايفين عندي. ده بقى شكلها. انا عندي بقى هنا مرتين مروحة. هنا انا عملت غرزتين مروحة وهعمل كمان غرزتين تانيين زي ما انتم شايفين كده. هنا 1 2 3 4 وانا هستكفي كده بالعدد ده. انا حابة اقول لكم برضو هعمل ازاي سطر الفي التاني بتاع غرزة المروحة التالتة. هرتفع سلسلة، لا انا اسفة، هدخل منزلقة 1 2 3. هرتفع 1 هعمل هنا في غرزة الحشو غرزة في 1 2 زي ما عملنا في السطر اللي قبليه، غرزة سلسلة واحدة، وهنا هعمل 1 2 3 غرزة حشو سلسلة، وفي غرزة الحشو هنا هعمل غرزة في سلسلة 1 2 3 غرزة حشو. وبكده هكمل زي ما احنا اتعلمنا السطر التاني والتالت اللي هو غرزة المروحة. وانا هعمل 4 سطور من غرزة المروحة وهرجع لكم تاني. انا وصلت للنهاية، عملت 1 2 3 4 غرز مروحة 4 سطور. هعمل اخر مروحة 1 2 3 4 5. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعت بيها بالسطر بالشكل ده كده. طبعا الخيط ده انا هخفيه هنا، ودي الطاقية زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو شيك جدا. وانت طبعا تبقى تختاري الوردة اللي انت عايزاها. وانا عندي بالصفحة كتير، انا عاملة ورود ياما كتيرة.
هبقى احط لكم لينكات الورد اللي عندي، ابقوا شوفوا اختاروا انتوا اللي عاوزينه وحطوه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح واضح، ومعلش لو قصرت في اي حاجة اعذروني عشان زمان ما صورتش كروشيه. وانا هبقى اعمل لكم كمان فيديو عن السكارف ده بغرزة الياسمين كده. وعندي كمان فيديو اعمل لكلوك لطفل بالشكل ده. وكمان